بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الورد يا صباح الورد وصباح الياسمين، صباحكم يا رب معطر بذكر ربنا سبحانه وتعالى. نتمنى يا رب روتين النهارده يعجبكم. نتمنى اخواتي تدعموني باللايك الكومنت الحلو اللي زيك عشان فيديوهاتي تقترح وعائلتنا تكبر اكتر. فربنا يخليكم لي يا رب ويسعدكم في بيوتكم، ويا رب كده نسمع عنكم كل خير يا رب. انتوا كلكم اخواتي وانا بنحبكم في الله. زي ما انتم شايفين بجرتين النهارده خدت كده قدام باب الشقه. عايزه نقول لكم كان عندنا الجو في الصعيد هنا امبارح تراب وعفره جامده خالص، يعني بصي ما تشوفيش اي حاجه قدامك كده. سبحان الله، الجو طلع حلو النهارده الحمد لله يا رب. مسكت بقى قدام باب الشقه كنسته كده مطرح الترابه الناعمه ديت، قلت ايه نمسكه نسيجه برده بالمره. عايزه نقول لكم جلبت الشقه كلها النهارده، بس اختصرت معاكم الفيديو ده عشان ما نطولش عليكم. بصوا ميه كرول من ساعات يعني بنحط اوكسي، ساعات بيبقى اريال اللي بيبقى عندي، بس بصراحه يعني بنحب ان انا ايه نسيج بال مثلا بخيشه الكلام ده عشان يعني بتنظف بصراحه معايا، والمساحه برضو بنسيج بيها وكده، بس لا الخيشه بتدينا نظافه اكتر، بنعرف نتحكم في الارض، يعني ناخد مثلا ايه بتبقى في فتل بتبقى الكلام ده، فبنطلعها معايا على طول في المساحه في الخيشه. وبعد كده بقى نجي دعكها دعكه كويسه ونجي واخداها برضو بالمساحه كده. السيراميك اجل حاجه بتلحوسه، فلازم برضو يعني الانسان يبقى ايده في الشقه في ايده في مكانه والكلام ده عشان برضو النظافه. عيل صغيره انت ذاتك تبقي قاعده في نظافه، مفيش طاقه سلبيه ابدا، بالعكس في طاقه ايجابيه، عشان النظافه بتديكي كده ارتياح نفسي، انت ذاتك بتبقى منتظمه، نفسيتك كده بتبقى مرتاحه. لكن الكراكيب دي ملهاش لازمه. بصوا بتعمل ايه، تحسي كده ان انت في حاجه طابقه على صدرك، ما انتش عارفه ايه اللي فيكي بالظبط. فلما تحسي بالشعور ده انجيلي من مكان لمكان، يعني مثلا قاعده في اوضه نجيلي في صاله، قاعده في صاله نجيلي في اوضه. ويا سلام كده لما تاخدي لك كل يوم حبه، يعني مثلا واقفه في بلكونه تنزلي تجيبي حاجه تاخديها ماشي، على فكره بيفتح النفس وبيخلي الروح حلوه خالص. برضو ما تضغطيش نفسك بالحياه، اضحكي والعبي وسيبيها على الله، لان ربنا اللي بيمشي الامر سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الواحد يقول لي الحمد لله يا رب في السراء والضراء، اللهم لك الحمد يا رب. خدت بقى هنا بقى خدت السلالم كده زي ما انتم شفتم سيكتها معاكم. خدت برضو الحوافي ديت عشان الترابه الناعمه دي، عايزه نقول لكم كده زي الملح تلاقيها بتطير بسرعه. ف يعني هي نظافه ليا والبيت طبعا، وفي نفس الوقت انت بتبقي نفسيا زي ما بنقولك بتبقي متزنه ومرتاحه. هنخش بقى ايه كده، كنت خلصت بقى السلالم، هناخد الجنب اللي تحت برضو معايا. والله كمية راحة نفسية بتلاقيها في المكان اللي انت بتبقى مسيجاه منضفاه. بتفتحي شباك كده في زرعة جنبك حلوة، كل ده بيدي روح حلوة، كل ده بيدي نفسية حلوة، كل ده بيخليك ان انت بتبقى متشجعة تعملي اكتر واكتر. عايزة نقول لكم لما بنحط ايدي في اي حاجه مثلا بنبقى خلاص حاطاه في دماغي، لا ده انا هنخلصها ان شاء الله بعون الله، وبنقعد بقى بندعي النفس ادعيه حلوه كده عشان نحس كده ان في حاجه حلوه. ايه الحياه يا مروه الصعب اللي احنا عايشينها؟ لا والله ما فيش حاجه صعبه، ربنا اللي بيسر الامر، ربنا اللي سبحانه وتعالى خزاينه واسعه في كل شيء. انت بس تعملي اللي عليكي وقولي يا رب وادعي وكتري ليكي ولبيتك ولاولادك. الصبح اول ما تصحي افتحي الشبابيك، خدي هوا ربنا وطلعي الطاقه السلبيه اللي في بيتك، شغلي اذاعه قران الكريم، شغلي قران عندك على طول عشان البيت يبقى عتبته حلوه. بصي اي عمل خير اعمليه، يعني انت بقى وشطارتك في الحياه ده هي الايام الصعبه اللي الناس كلها بتمر بيها ديت، انت وشطارتك هتلاقي نفسيتك مرتاحه، هتلاقي نفسيتك ليه في حاجات حلوه بتعمليها، في حاجات خير بتعمليها. ابعدي عن اي حاجه هتزهقك، ابعدي عن اي حاجه يعني هتخليكي كده في نفسيه مشدوده الكلام ده. ابعدي عن التوتر، مش هتشيلها مره واحده. فلا اضحكي والعبي وشوفي بيتك اولى، عيالك اولى، انت اولى، بدل مثلا ما تشغلي دماغك بحد وتزهقي والكلام ده، لا انت اولى وبيتك اولى. اللي هتهلكي في صحتك عيالك اولى، عيالك اولى بيكي، لان الصحه ما بتعوضش. ربنا يديكم الصحة جميعا ويسعدكم في بيوتكم يا رب، اللهم امين. كده غسلت بقى الهدوم. على فكرة دي تاني شطف، يعني بنشطف اول شطف في استبت كده زي ما انتم شايفين، ودي تاني شطف. بصوا بتبقى ريحة الهدوم حلوة باوكسي، بجد ريحته حلوة، الله يبارك له اللي عمله، حقيقي ريحته جميلة.
وزي ما انتم شايفين بقى هدوم الصيف كده تحسها بتبقى الفواتح بتبقى حلو. غسلت بقى ايه شطفت دولت، هناخد برضو اللي في السبت دولت. بصوا ما تزهقيش زي ما انا بنقولك، والله استعيني بالله الصبحيه كده، قومي الصبح بدري واعملي بقى هنا واعملي، هتلاقي ان جسمك نشيط. حتى انت مش قادره تقومي، في فيتامينات لازم بعد سنه 30 تاخدي فيتامين بكوبايه لبن بكوبايه عصير، ان شاء الله يا شيخه حتى بكوبايه ليمون. فلازم برضو تاخدي الفيتامين عشان بيطلع على الجسم وعلى الوش، وتحسي وتقدري تعملي برضو شغل بيتك. يا نهار ابيض، ايه ده عندنا ده ده على مين طبعا. لميت كل ده وغسلت المواعين، هتشوفوا دلوقتي الدنيا عامله ازاي. بس نعمل صينيه البطاطس الاول. طبعا هدوم راحت ميه خالص، نشرت العبايتي كده الجميله اللي بنصور بيها دي، وقلت نعمل صينيه بطاطس بفراخ. تمام، كان عندي كام ورك كده قطعتهم على 2، وخدت كام بطاطسيه برضو على بصليه. يعني قلت هي غدوه مثلا والله كنت عايزه نعمل محشي، بس قلت خلاص خليها يوم تاني عشان كنت جايبه الشقه كلها من العفره والتراب وكده. عملت بقى كام بطاطسيه اهوت على بصل، على كام ورك كده طماطم في عصير طماطم برضو، طماطم يعني نضربها في الخلاط كده، مكعب دجاج، فلفل اسمر، بهارات فراخ، ورق لورا. فده كله مع بعضه ونيجي زجاها في الفرن صينيه كده مع بعضها، ونيجي حطها في الفرن. عايزه نقول لكم بتطلع طعمها زي العسل. جنبها عندي هنا مخلل اهوت، كانت امي ربنا يخليها له ويحفظها يا رب، كانت عامله زيتون وهي هنا، يعني هي كانت جايباه معاها من عندنا من هناك من وجه بحري، عملته لي هنا، مش عارفه عبيته ولا هي سلقته ولا ما خدت بالي عشان كنت تعبان. لقيتها يعني عامله لي برطمانين بناكل بقى منه. فحاجه زي كده عايزه بقى الحاجه اللي هي مثلا رجاج، عايزه عيش طري، ممكن تعملي حبه رز جنبها. الحمد لله هي غدوه يعني. بس خلصت بقى كده وكبيت عليها الطماطم، وهنقلبها تقليبه حلوه، نحط معلقه زيت معلقه سمنه بس كده، وهنيجي بقى حطها على عين البوتاجاز الاول تتشرب، وبعد كده بنيجي مدخلها على الشوايه، بجد بتبقى زي العسل. بس كده حبه فلفل اسمر، عشان الفلفل الاسمر بيخلي طعم الاكل بيبقى حلو، ومعلقه زيت ومعلقه سمنه، ونيجي حطها زي ما انتم شايفين كده طماطميه على الوش، ونيجي حطها بقى على البوتاجاز، وبعد كده نيجي مدخلها على الشوايه. هنروح بقى للمواعين، نلم بقى الزيطه دي كلها عشان نسيب المكان نضيف كده حواليا. واخر ما نخلص بقى نقعد مثلا نحط كريم، يعني مثلا ايدي مثلا مطرح ما غسلت المواعين ندلكها بكريم، بشرتك برضه احط لها كريم، نشوف لفة طرحة جديدة، نقعد مع بنتي شوية، يعني بقى بص انت وطريقتك في بيتك. بس كده خلصت وحطيت على عين البوتاجاز، هنسيبها بقى تشرب شوية. بصوا عاملة ازاي، بيبقى طعمها حلو خالص، بس لازم بهارات الفراخ عشان بهارات الفراخ اللي بتديها الطعم الأحلى يعني. بس كده هنيجي بقى نغسل المواعين. روتين كان حلو على قلبي، كمرة بنحب شغل البيت حقيقي. بصي هي نظافة لي وفي نفس الوقت معلش يعني، هو انا هنجيب حد يعمل لي من بره؟ لا، الحمد لله ربنا مدينا الصحة والعافية، ويديكم الصحة والعافية جميعا يا رب. فلازم نخلي بيتي ده يعني زي ما بيقولوا كده، شفتوا ما بيشوفوا عروسة يقولك على سنجة 10، انا هخلي برضو بيتي على سنجة 10، لاني عايزة نطلع جيل اللهم بارك يا رب. عايزة جوزي يخش من بره يلاقي المكان نظيف، في ارتياح في بيتي، في نفسية حلوة، في فاهمين ازاي؟ انت كمان اسعدي نفسك، فرحي نفسك، مش هتعيشيها الا مره واحده. خليكي دايما كده تبقي حاجه كده عيالك مميزينك بيها، بيتك مميزك بيها، جوزك مميزك بيها. ما تزهقيش ولا تنعي هم بكره ولا تنعي هم النهارده، كله بيد الله سبحانه وتعالى. انت بس قولي يا رب واعملي اللي عليك، وربنا سبحانه وتعالى خزاينه واسعه في الدعاء، في كل شيء ربنا خزاينه واسعه. وربنا يسعدكم في بيوتكم ويهنيكم يا رب. وكل واحدة ربنا سبحانه وتعالى تتمنى أي حاجة ربنا يديها لها بإذن الله. ودايما ادعي، قول يا رب اهدي قلب جوزي يا رب، ليكي ولبيتك، ادعي ليكي ولبيتك. شوفي بقى انت بتدعي بايه، ايه اللي بينك وبين ربنا، بتدعي بالحاجات الحلوة الجميلة دي. الحمد لله رب العالمين. كده خلصت بقى غسلت الكوبايات وغسلت الكام طبق بتوعي كده، قولوا لي بقى شاطرة ولا لا؟ ان شاء الله ربنا يهنيكم في بيوتكم ويساعدكم يا رب، ونسمع عنك كل خير يا رب، اللهم امين. نتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم، روتين النهارده يكون عجبكم، تحطوا له اللايك الحلو كده، الكومنت الحلو عشان تشجعوني ان انا نصور كل يوم فيديو.
ولا مش عايزين كل يوم فيديو؟ براحتكم بقى. يعني شوفوا انتوا بقى. ربنا يخليكم اليوم، ما احرمناش منكم ابدا، ومتشكره جدا على التعليقات الجميله اللي بتوصل للقلب على طول، لكم بالمثل وزياده يا رب العالمين. وده كان روتين النهارده، وده كان فيديو النهارده. نسيبكم ان شاء الله فيديوهات جديده في رعايه الله. السلام عليكم.